نصيحة للشباب الصغير، لما تكون بتشتغل في مكان ما تنافسش حد، ما تخليش حد في مجال المنافسة معاك. يعني ما تحطش حد قدامك وتقول ده اللي ممكن ينتصر عليا، ده اللي ممكن ياخد مكاني، ده اللي ممكن يكون احسن مني، لان انت كده عقلك هيأدي ان انت ممكن عايز تدمره وتوقعه عشان ما ياخدش مكانك. فما تحطش حد معاك في منافسة، انت بتنافس نفسك بس. انت بتعمل اللي عليك وبتبتكر في المكان عشان تبقى انت احسن. انت بتعمل اللي عليك علشان ربنا سبحانه وتعالى ينجحك وتطلع درجة اعلى لنفسك. لكن ما تحطش حد في منافسة، ما تقولش ده الوحيد اللي موجود بقى، ولو بقيت احسن منه، ولو هتلاقي نفسك دخلت في سكة لو دمرته، لو جيت عليه، لو شلته من طريقي، السكة دي هتدمرك انت. عشان دايما المثل بيقول من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. فانت لازم تكون انت المنافس الوحيد لنفسك، هو نفسك. ان انا ببتكر عشان اثبت ذاتي، ان انا ببتكر عشان ابقى انا احسن، ان انا ببتكر عشان ابقى صاحب مكان زي ده، ان انا ببتكر عشان ابقى مكان المدير اللي فوق بمجهودي وبشغلي، من غير ما احط حد في دماغي ومن غير ما انافس حد. تنافس في الشغل ممكن يؤدي ان انت عايز تدمر الانسان اللي قدامك لو هو بقى احسن منك باجتهاده. فحاول تنافس نفسك طول الوقت، حاول تبقى انت بتتقدم طول الوقت، حاول ما تتركنش ان خلاص انا بقيت في مكاني فخلاص انا كده ما حدش هياخد مكاني. لا، هيجي حد اشطر منك لو انت ما بتجتهدش هياخد مكانك. اجتهد واشقى واتعب وشغل عقلك، والباقي كله توفيق ربنا سبحانه وتعالى. يتوب علينا ربنا.